شوفوا شنو كان مخبي في فيلا العثور على مسدس وذخائر وأصفاد داخل فيلا بالبئر الجديدة. يستنفر على إثره الدرك الملكي وتقنيو مسرح الجريمة في واقعة مثيرة هزت الرأي العام المحلي بمدينة البئر الجديدة. شهد يوم أمس الجمعة 4 يوليو 2025 حدثا استثنائيا بعدما تقدمت سيدة بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبئر الجديد بإقليم الجديدة، تفيد فيها بتعرض فيلتها الواقعة بأحد الأحياء السكنية الهادئة لعملية استيلاء غريبة من طرف شخص كانت قد قامت قبل أزيد من سنة بكراء غرفة له وسط الحديقة. الفيلا التي لا تسكنها السيدة المشتكية التي عادت لزيارة الفيلا بعد طول غياب تفاجأت باقتحام الباب الرئيسي للمنزل وتغيير الأقفال بشكل كامل قبل أن تكتشف أن المعني بالأمر لم يكتفي بالعيش في الغرفة المستأجرة، بل استولى على كامل الفيلا التي تحتوي على أغراضها الخاصة كأنها أصبحت ملكا لها. وفور توصلهم بالشكاية حسب مصادر صحفية تفاعلت عناصر الدرك الملكي بسرعة كبيرة مع الموضوع، حيث انتقل طاقم أمني رفقة المشتكية إلى عين المكان بعد التأكد من هوية مالكة العقار. تم اقتحام الفيلا ليصدم الجميع بعدم وجود الشخص موضوع الشكاية، غير أن المفاجأة الصادمة لم تكن في اختفائها بل فيما خلفه وراءها. وخلال عملية التفتيش الدقيقة التي باشرتها العناصر الأمنية تم العثور على سلاح النار وإضافة إلى عدد من الذخائر الصوتية وأيضا إلى أصفاد حديدية، وهي المعدات التي أثارت الشكوك والاستنفار في صفوف مختلف الأجهزة الأمنية. وعلى إثر هذا الاكتشاف الخطير انتقل إلى عين المكان عناصر من الفرق المختصة بما في ذلك تقنيو مسرح الجريمة من أجل رفع البصمات وجمع الأدلة وفتح تحقيق معمق لكشف ظروف وملابسات هذه الواقعة المثيرة، لا سيما خلفيات وجود سلاح ناري وذخائر داخل منزل محتل بشكل غير قانوني. وقد بشرت مصالح الدرك الملكي حملة بحث مكثفة لتحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي ومكان اختبائه، حيث ينتظر أن تكشف التحقيقات لاحقا مصدر السلاح وكيفية حصوله عليه، إضافة إلى نواياه الحقيقية من وراء هذا التسلح الغير المشروع. الواقعة خلفت حالة من الذهول والاستنفار في صفوف الساكنة وطرحت علامات استفهام كثيرة حول